في الفيديو اللي فايت هضرت على سكيتشيك وداكشي اللي دارو، قلت لكم باللي زيليان دار شي حاجه اكثر منه اللي ما يمكنش تسامحوه. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا ما كنتيش متبعني دير لي متابعه وما تنساش لايك الفيديو الا عجبك. شكرا. زيليان كان ستريمر في تويتش ومتوسط المشاهدات ديالو كيتجاوز 200 مشاهده تقريبا، والدعم المادي كان عالي بزاف، والسبب كان لانه كيعاني من شلل سفلي. بعد ما بدا المسيره ديالو في سنه 2011 قال ان السبب الشلل ديالو هو اكسيدا بالطوموبيل. بعد البدايه ديالو ب6 شهور تقريبا وقعت واحد الحاجه اللي خلات الناس بداو كيشكوا فيه على انه كيكذب. اخترقت الصفحه ديالو في فيسبوك، والهاكر كان كيكتب ديما منشورات كيسب فيه زيليان وكيقول انه ماشي مشلول وغير كيكذب، والغرض ديالو من هذا الشيء كامل هو الفلوس ويستعطف الناس باش يتعاونوا معاه. ولي فان ديالو الناس اللي متابعينه اعتبروا الهاكر انه مريض نفسي وبداو كيتهجموا عليه وكيسبوه وكيقولوا ليه باللي دار هذا الشيء غير باش ينهي المسيره ديال زيليان. ومن بعد جاتهم الصدمه بعد ما اكتشفوا ان كلشي داكشي اللي كان كيقول الهاكر حقيقي، حيت في واحد البث ما كانش قاصد يطلقوا بانت فيه الحقيقه ديالو. Yeah, Mungo had to go. It's easily outgeared. Our dog. Oh my god, we took our dog, like to the fish shop. هاد اللقطه كتقول كلشي. دخل مع المتابعين ديالو في دردشه باش يحاول يفسر لهم شنو وقع، وما بغاش يعترف على انه وقف، وقال لهم راه غير نط، وبعد ما وقف طحت على راسي ونسى باللي كاين واحد الحوض تاع السمك موراه اللي كيعكس تاع الرؤيه وبين لهم كلشي، وباللي ناض وتمشى عادي وما وقع ليه والو. وتسالاو ليه الاعذار، والمتابعين ديالو بطبيعه الحال تهجموا عليه وقعوا بزاف. واكثر واحد فرحان في هذا الشيء هو الهاكر، لانهم قال لهم انا فرحان بزاف فقط وسمعت بالاخبار اللي وقعت، وقال باللي يستحق هذا الشيء اللي وقع ليه، لانه خاصو يستعمل رجليه في انه يخدم ماشي باش ينصب على الناس واللي يكتب الاستعطاف ديالهم. ومن بعد هادشي تويتش بانت ليه الحساب الى الابد بسبب الاحتيال. لكن هاد القصص عاوتاني بجوجهم ابسط من قصه ايمريلد المعقده وداكشي اللي دارت اللي غادي نشوفوه في الفيديو الجاي. ما تنساش لايك. شكرا.